السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الصحة والستر وراحة البال. جايه لكم بيوم جديد وروتين جديد، واهلا بيكم في قناتي. وبتمنى الناس الجديدة اللي اول مرة تدخل القناة إيه، خدي لفة في المحتوى بتاعي وان شاء الله يعجبك. ولو عجبك ما تنسيش الاشتراك واللايك وشير. واهلا بيكم في قناتي وفي عيلتي. النهاردة روتين يوم رايق وحلو جدا. بصوا البيت انا كنت منضفاه طبعا، والحمد لله في اليوم ده ما كانش عندي حاجة اعملها غير مجرد قدام باب الشقة بس نضفته واديته مسحة كده وحطيت المروحة تنشف. انما بصوا باقي الشقة كلها زي الفل، الحمد لله الدنيا رايقة جدا. مجرد رتبت السراير بعد ما صحينا من النوم بس، وكل حاجة الحمد لله زي الفل. فقلت بما اني النهاردة اليوم رايق وحلو جدا، اعمل لهم بقى اكلة يعني محتاجة شغل شوية. تمام. مش بحب اعملها ايام التنظيفات، بحب اعملها في يوم اكون فاضية فيه. تمام. وريتكم جولة كده، وان الشقة كلها الحمد لله زي الفل ونظيفة. انا كنت اليومين اللي قبلها عاملة روتين فيها. فتمام كده حلوة قوي، مش محتاجة اي حاجة. بعد ما فطرنا وقلت نسمي الله ونبدأ، قلت فرصة ان الولاد اجازة النهاردة، مسكت الشنط بتاعتهم واديتها غسلة حلوة قوي كده. انا بغسلها بفرشة، شايفين الفرشة الصغيرة دي؟ بصراحة حلوة قوي وبتنضفها، وفي نفس الوقت مش بتبوظ الخامة بتاعت الشنطة وكده. الفرش دي بتيجي 3 مع بعض، حلوة قوي، انا بستخدمها في حاجات كتيرة جدا. تمام. بغسل الشنط حلوة قوي واشطفهم واحطهم بعد كده. بعد ما اخلص غسيلهم بحطهم دورة في الغسالة، بس دورة تنشيف بس، يعني مش غسيل. بديها دورة تنشيف بعد ما بخلص الغسيل والشطف، بحطها على طول. هنا خلصتهم وشطفتهم وحطهم على طول في الغسالة. تاخد معايا دورة تنشيف بتاخد لها بالظبط يعني 10 دقايق، حوالي 10 دقايق تطلع معايا ناشفة. احطها طبعا احطها في البلكونة بتنشف معايا، ما بتاخدش معايا وقت حتى لو الجو شتا وكده، ما بتاخدش معايا وقت خالص. يعني بصوا دورة التنشيف عملت كمان 8 دقايق مش 10. 8 دقايق وتطلع معايا ما فيهاش ولا نقطة مية، وتبقى حلوة جدا. وقلت اسمي الله، خلاص خلصت المهمة دي، اسمي الله وابدأ. هعمل ايه يا بنات النهاردة؟ هعمل محشي. بس النهاردة قلت فرصة، بما اني ما عنديش اي حاجة هعمل كل انواع المحاشي. كنت مسبكة تسبيكة محشي وحضرت بصل عشان اعمل عصاج لحمة. عشان هعمل محشي ايه؟ محشي بدنجان سلقته. بصوا بتنجان ابيض واسود سلقته وجهزته. وعندي الفلفل والكوسة قورتهم وجهزتهم. وكان عندي الكرنب ده، بصراحة كنت سلقاه من قبلها، من مرة قبلها عملتها يعني. كنت شايلاه في الفريزر مسلوق، طلع معايا، طلعته مجرد عملته بشوية مية دافية وخلاص. والبطاطس قورتها وكنت حطها في مية بملح ونقطة خل كده عشان ما تسمرش معايا لحد ما اجي إيه احشيها. فقلت فرصة بقى يوم المحاشي العالمي النهاردة. بعد ما سبكت وجهزت الحشوة بتاعتي، بدأت أول حاجة طبعا طلعت قعدت على السفرة. قلت بما اني عاملة انواع كتير فاقعد بقى اعمل وانا قاعدة. والولاد كانوا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون و... وقلت بقى ايه، بدأت بالبتنجان. حشيته كله. بصوا يا بنات، حاولوا على قد ما تقدروا ما تحشوش البتنجان قوي، عشان ياخد معاكوا الايه، اول ما يطلع بعد السوا كده يبقى مفلفل وحلو معاكوا، ما يبقاش مكبوس كده وتحسي ان سواه مش مظبوط. خلصت طبعا حشو البتنجان، دخلت على الفلفل. كنت عامله، ما انا قلت لكم يوم المحاشي العالمي. في الايام العاديه بعمل ممكن اكلات بسيطه بتخلص بسرعه، يعني ما بتاخدش معايا وقت في السوا مثلا او طريقة العمايل نفسها. انما في اليوم اللي انا فاضية فيه عادي ما بتفرقش معايا. ان انا عادي بعمل اكلة بتحتاج شغل كتير، ما فيش اي مشكلة عندي، لاني كده كده ضامنة ان انا ما عنديش حاجة في اليوم ده. وبصراحة المحشي في الجو ده هو ده وقته، يعني هو هو ده وقت المحشي بجد. مع الجو الساقع بيبقى مناسب قوي.
وبيدفي بصراحة وبيبقى طعمه حلو. يعني هي أكلة متعبة في عمايلها، بس لا، بتبقى لذيذة قوي في أكلها وتستاهل التعب بصراحة. ويعني كل البيوت المصرية عامة بتحب المحشي قوي، يعني مش احنا بس. بس كملت معايا بقول لكم حشو البتنجان والفلفل خلصتهم، ودخلت بقى على الكوسة. عملتها. انا بحب الكوسة، بحب اعملها صينية يا بنات، و... وتتحط كده وتاخد لون في الفرن. يا بقول لكم بتبقى حلوة جدا، بيبقى طعمها حلو قوي. وقلت ان انا هجهز معاها بطاطس باللحمة المفرومة برضو هجهزها معاها، هحطها برضو في صينية. وباقي المحاشي بقى خليت بصوا ادي البطاطس اهو. البطاطس نسيت اقول لكم، وانا بعمل العصاق بتاع اللحمه بتاع البطاطس، مسكت البطاطس واديتها تشويحه كده في حته زيت صغيره على زبده، مجرد تاخد لون بس من بره، ان هي يبقى لونها ذهبي، ان انا لما اجي احشيها تبقى هي اساسا لونها ذهبي من الاول. وطبعا خلصت عصاج اللحمه بتاعها وادي بحشيها. هحطها هي والكوسه في صينيه واحده، تمام. والمحشي المشكل بتاع الكوسه والبدنجان والفلفل هحطهم في حله، والكرنب هحطه في حله لوحده، تمام. هنا بقى كنت خلاص يا بنات، يعني يعتبر بخلص الحشو بتاع المحشي. واهم حاجة يوم ما يكون عندك محشي عايزة تعمليه، حضري اكل لولادك. يعني لو هتعمليه بالليل عشيهم قبل ما تبدأي، لو هتعمليه الصبح فطريهم قبل ما تبدأي. بصوا بوريكم هنا الكوسة والبطاطس كانوا تمام، والبدنجان والفلفل برضو كانوا خلاص خلصتهم. كان باقي معايا بس محشي الكرنب، تمام. هو ده كان اخر حاجة كنت هخلصها. ليه بقى؟ تأكلي ولادك الاول، عشان طبعا ما يفضلوش رايحين جايين عليك يا ماما عايزين ناكل، عايزين اي حاجة، فتضطري ان انت تسيبي اللي في ايديكي وتقومي تحضري لهم، فهتحسي الموضوع هيطول معاكي قوي. انما لو انت مخلصه كل حاجة قبل ما تبدأي في لف المحشي وتجهيزه، هتقعدي بقى عليه اللي هو خلاص انا مش قايمة غير لما اخلصه، فاهماني؟ انما حته كل شويه هتقومي انتي نفسك هتزهقي، لاني هتحسي ان هو ايه ده، وقت كتير بيعدي وانتي ما خلصتيش. فنصيحه، يعني نصيحه بالذات للمامي اللي زي كده عندها اولاد صغيره وما بيبطلوش طلبات، ربنا يحميهم ويحفظهم، ما بيبطلوش طلبات طول النهار. سويت المحشي، بصوا ادي خلصت اهو. سويت المحشي بجد يا بنات، والله طلع تحفة تحفة. وطبعا كان معايا فراخ هنا، او حمرتها كانت مسلوقة، وخدت الشوربة سويت بيها وحمرتها بعد كده. بجد المحشي كله كان رائع رائع رائع. والبطاطس طلعت حكاية، والبتنجان والكوسة نسيت احط معاكم محشي الكرنب سويته ونسيت احطه هنا، حطيته بعد ما صورت. وعملت جنبه شوربة لسان العصفور. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.